احنا هنخيب ولا إيه؟ انت هتعلي صوتك عشان ابوك قاعد؟ انا متعصبه منك، عايزني ابقى متعصبه ومعليش صوتي. ايوه برضه مهما حصل ما تعليش صوتك، انت فاهمه؟ سيب انت بقى الموضوع الاساسي وامسك لي في صوتي، صح؟ عاجبك كده يا عم ان هي بتعلي صوتها وانت قاعد؟ طيب استاذن انا يا جماعه بقى طالما ما حدش مقدر وجودي. لا يا عمي بس صلي على النبي بس كده. انت السبب. فيها شهد وانا مش موجود ولا ايه؟ طول ما انا موجود ما اسمعش صوتك خالص غير لما اقول لك، مفهوم؟ حاضر يا بابا. هو ايه اللي حصل يا ابني؟ طبعا يا عم انت عارف ان بحكم شغلي ان انا عندي زميلات، والطبيعي ان احنا بنتعامل مع بعضينا، يعني حتى لو في حاجه كمان بنكلم بعض بس في اطار الشغل. بس في مره اتكلمت انا وزميله ليا بره اطار الشغل. ينفع اتكلم يا بابا؟ اصبري يا بنتي لما جوزك خلص كلام، كمل يا ابني. شهد عرفت وقتها وما انكرش ان انا غلطان، واعترفت بغلطي وصلحتها بالطريقه اللي تريحها وكأن الموضوع ما حصلش خالص. عداك العيب يا ابني. شهد تسكت؟ لا. انت فين ومع مين وليه وازاي وعشان ايه، وتحسسك انك انت متراقب. طب وليه تحسسك ما هي فعلا عملت كده؟ عملت ايه؟ بتفتش في التليفون. طبعا انا ما عنديش مشكله في ان هي تعمل ده لان ما كنتش بعمل حاجه غلط، بس شهد نزلت برنامج عشان تراقبني وتتجسس عليا. انت عملتي كده؟ يا بابا بص، انت عملتي اللي جوزك قال